السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير يا رب. النهارده ان شاء الله فيديو يا رب يعجبكم بإذن الله تعالى. بس قبل ما نشوف الحاجات الحلوة اللي قدامنا دي هنعمل فيها ايه، هنصلي على سيدنا محمد ونذكر الله يا بنات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو انت اول مره بقى تشوفي قناتي يا ريت كده تشتركي وتنوريني. ده بعد طبعا ما تخش على القناه وتشوفي المحتوى بتاعها، لو عجبك نوريني بالاشتراك. واهلا وسهلا بكل اللي دخل قناتي جديد، نورتوني وشرفتوني. واهلا وسهلا بحبايب قلبي اللي موجودين عندي في القناه. ربنا يا رب يخليكم ليا ويدومكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله هنعمل كده ايه، البلح الحلو اللي قدامكم ده اللي انا كنت جايباه معاكم. في طبعا جزء منه كبير جدا استوى، اللي هو اللي بيسموه بلح امهات او بلح مستوي على حسب يعني المكان بتاعكم. وطبعا كده فصصته عشان ما اخدش معاكم وقت كده والفيديو ما يبقاش طويل عليكم. فصصته كده وقطعته انصاص كده زي ما انتم شايفيني كده بالظبط. ورحت كده اشتريت ب5 جنيه اطباق اللي هي ايه، الفل ديت. وجبت كمان ب5 جنيه اكياس كده بتتباع كده، هي تقريبا دي بتاعت السوبر ماركت اللي بيحطوا عليها الجبنه وكده. يعني حاجات هتنفعني، وكمان هيتبقى معايا كمان منها. وب10 جنيه، ب5 جنيه اطباق، وكمان ب5 جنيه اللي هي الاكياس اللي هي المتقطعه دي. مسكت كده البلح وقشرته، طبعا عايز صبر يعني، خد مني وقت ايه طويل، لان يعني ما شاء الله كميه. تمام. فلازم بقى يكون عندنا صبر وكده يعني انت لو ما عندكيش صبر هاتي كيلو كيلو. بس هو طبعا عشان البلح يعني قرب يخلص وكده، وتقريبا كده يعني هو احلى حاجه ممكن نعملها لرمضان هو البلح الامهات ده. انا هعمل معاكم طريقتين، الطريقتين مفيش اسهل من كده، زي ما انتم متعودين معايا ان انا بعمل كل حاجه سهله ويسيره الحمد لله. طبعا مش هنعمل بس البلح ده وخلاص، لا كمان هنعمل المربى زي ما وعدتكم. المربى انا بشيلها لسحور رمضان. تمام، سحور رمضان انا كل سنه لازم اجيب البلح واعمله مربى واشيله رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. البلح كتير اليومين دول يا بنات، وخلوا بالكم فجأة كده هتلاقوه اختفى ومش هيبقى موجود، ولو موجود هيبقى غالي. فهاتيلك كده 5 كيلو ولا حاجة واعمليهم مربى، واعملي كمان منهم ايه، اللي هو البلح الامهات. البلح ده يا بنات يعني بتعمليه في ايه بقى، بتعملي كنافة بالبلح، وبتحشي كمان بيه القطايف، وبتعملي بيه التارت، وبتعملي بيه حاجات كتيرة جدا جدا. انا جبت كده الطبق وحطيت يعني كيس كده تحت، وهرص بقى البلح كده ايه بمزاج، واحده واحده زي ما انتم كده شايفيني. اعملي كده الحاجه وانت يعني الحاجات دي بالذات يا بنات عايزه ما يكونش وراكي حاجه، يعني كوني فاضيه لها وكده، لان طبعا انا خد معايا وقت يعني ما شاء الله عقبال ما فصصته وقطعته كده. بس احنا زي ما احنا اتعودنا ان احنا بنتعب شويه، وبعد كده ما شاء الله بتلاقي كده على رمضان حاجات كده من لا شيء ملت بيتك بالخير. واحده واحده يا بنات. لو هتجيبي كيلو بلح وعملتي منه طبق وشلتيه، واحده واحده هتلاقي التلاجة بتاعتك مليانه ما شاء الله خير. ربنا يا رب يرزقنا جميعا. بصوا بقى الجمال، رصيته كده انصاص كده جنب بعض، لان ده انا هعمل بيه كنافه ان شاء الله معاكم باذن الله تعالى. يعني احنا بنعمل الكنافه في رمضان او غير رمضان، بس احنا يعني احساسك كده وانت شايله الحاجه لرمضان احساس جميل جدا جدا بجد. حتى لو هتشيلي طبق واحد بس قد ايه بتبقي فرحانه وانت عارفه ومتاكده ان انت اللي حاطاه في التلاجة ده رمضان. فده شعور حلو يا بنات. اما اللي بيخش يقول انتوا لسه بدري وانتوا مستعجلين على ايه وحرام عليكم، انا مش عارفه هم زعلانين ليه من اصحاب القنوات اللي محتواها رمضان. يا بنات ما تسيبوا الناس تفرح، انتوا ليه مش عايزين الناس تفرح؟ الحاجات دي بتفرحهم. يعني انا مثلا لما بشوف حد فرحان باجواء رمضان وبيطلب مني ان انا اعمل فيديوهات باجواء رمضان، انا ببقى فرحانه جدا، وهو كمان هي كمان بتبقى فرحانه بيا جدا جدا، بتبقى مبسوطه من الفيديو. فانتوا ايه اللي مزعلكم يا بنات؟ يعني احنا بندور على فرحه، احنا بقينا مشتاقين للفرحه يا بنات، يعني بجد مشتاقين ان احنا نفرح، فاحنا بنفرح بعض.
انا مش عارفه الناس بقت تزعل جدا جدا من الناس اللي بتعمل حاجه تفرح. يا بنات حاجه بسيطه جدا جدا، لما بتلاقي كده حد كاتب لك تعليق كده وفرحان قوي قوي بالفيديو بتاعك، قد ايه بتبقي فرحانه ومبسوطه، حاجه جميله. فانتوا ليه زعلانين؟ سيبونا نفرح ونفرح الناس، ايه المشكله؟ طالما باحترامنا وقناتنا محترمه يعني بتقدم حاجات ما فيهاش اي حاجه انها تضايق حد، فسيبوا الناس تفرح واحنا كمان نفرح، ما تزعلوناش وما تزعلوش كمان الناس اللي حواليكم. تمام؟ فالقناه الرمضانيه يا بنات، القناه الرمضانيه عامه مش عيب ولا حرام، عشان كله عمال يدخل يتكلم ويشتم في اي حد عامل محتوى رمضان. انت لسه بدري ليه كده؟ حرام عليكم. حرام في ايه؟ بس انا نفسي اعرف حرام في ايه. يعني إيه اللي حرمه ان احنا نشيل حاجات لرمضان؟ الاعمار بيد الله يا بنات، احنا بنعمل، ويعني زي ما بيقولوا كده، انت بتعمل الاكل وما تعرفش مين هياكله. فاحنا بنفرح بيتنا وبنفرح اولادنا وبنفرح كمان الناس اللي حوالينا اللي بيتفرجوا علينا، بيبقوا فرحانين جدا بالفكره البسيطه السهله اللي ممكن ما يكونوش بيفكروا فيها، واحنا مثلا ايه لفتنا نظرهم ان هم يعملوها. فالفرح حلو يا بنات، فسيبوا الناس تفرح بأبسط ايه حاجة ما تزعلكمش خالص. يا رب ما اكونش ضايقتكم بالكلام واتضايقتم مني وانا رغيت كتير معاكم. انا هنا قطعت كده زي ما قلت لكم البلح كده انصص كده، وحطيت اكياس في الارض، ويعني رصيت البلح وبقيت احط كيس واحط بلح وهكذا لحد ما اعمل الكميه اللي انا عايزاه. انا عملت يعني صفين 3 على قد الصينيه اللي انا هعملها. يعني لو كنافه يعني ما شاء الله هيقضي صينيه، ولو هتعملي قطايف برضو بيبقى حلو جدا جدا لما تحطيه كده، بس تقطعيه كمان نصين وتحشي بيه القطايف وتحطي كده حبه سوداني وجوز الهند، بيبقى حلوين جدا جدا. وساعه رمضان ما بيبقاش البلح ده موجود، فاحنا دلوقتي لما شلناه هنستفاد بيه. ايه رأيكم بقى؟ يعني احنا دلوقتي بنشيل البلح في رمضان مش هيبقى موجود، بس قد ايه هتبقي فرحانه جدا جدا لما تلاقي عندك كده تمر في التلاجة، وتطلعي كده الطبق وتجيبي لي كده نص كيلو كنافه. الله على الجمال، وحاجه كده حلوه، او نص كيلو قطايف. يعني انا كده بقى شوقتكم للكنافه والقطايف. تمام؟ شلت كده الاطباق ما شاء الله، عملت حوالي 4 اطباق كبار، وجبت كمان البلح اللي هو يعني شايله منه النقه اللي هو جوه، يعني اسمها نقايه يا بنات. تمام؟ اللي هو ما يعرفش يعني. وجبت كده كيس، وزي ما اتعودنا بمنتهى البساطه يعني هنعمل الحاجه من غير تعقيدات وكده. اللي في الاطباق ده اللي انا شايلاه انصص ده عشان خاطر ما يتهريش مني. تمام؟ اما اللي هو السليم ده فانت ممكن برضو تستغليه، يعني تطلعيه مثلا تفطري بيه عادي، تحطيه كده في اطباق تفطري بيه مفيش مشكله. عايزه كمان برضو تحطيه على البوتاجاز مع كده نقطه ميه وحته سمنه بلدي وتهرسيه كده، بيبقى حلو جدا جدا عجوه. وممكن كمان تحطيه في الكبه من غير سمنه ومن غير اي حاجه. لو بس كده يا بنات عملت اهو الاطباق ما شاء الله، وعملت كمان حوالي 4 اكياس برضو او 5، 4 اكياس. ايوه ده برضو ايه سهل جدا لو انت مش عايزه تحطي في اطباق، عادي برضو انك تحطي في اكياس. بس انا بديكي فكره احسن، يعني الاطباق هتطلعي كده البلح انصص بحاله، وهتشيلي الكيس تلاقي برضو الطبقه اللي تحت زي ما هي مجرالهاش اي حاجه. حطيتهم كده في الاكياس عادي جدا، وهربطهم وهشيلهم على طول على الفريزر، ما اسيبهمش بره خالص. بعد ما تعملي كده لازم تشيليهم على الفريزر على طول. ما شاء الله ما ياخدوش معايا وقت خالص. هو كل الدبكه كلها في ان انت تشيلي القشره بتاعه البلح، هو ده بس ايه المشكله بتاعته. البلح ده يا بنات، البلح ده يا بنات اللي هو السماني ده، انا بوريه لكم اهو، اللي هو مش الاحمر بس. تحفه يا بنات، تحفه بجد. في المربى كمان انا بعمله كل سنه ما شاء الله بيطلع تحفه تحفه. خلصنا البلح كده وحطيته في الاطباق والاكياس، وزي ما قلت لكم هنعمل ده ايه وهنعمل ده ايه. ما شاء الله حاجات كده جميله ورخيصه، وهتحطيها في التلاجة وهيبقى بيتك مليان خير على رمضان. يلا بينا بقى نشوف هنعمل المربى ازاي.
المربى بقى ما فيش اسهل من كده، يعني انا هعملها لكم بطريقه سهله جدا جدا زي ما انتوا اتعودتم مني. اول حاجه انا جبت طبعا البلح وقشرته كده بقشره البطاطس. هو برضو بياخد وقت بس مع الصبر يعني، وانتي كده عامله الحاجه بحب هتخلصيها ومش هتاخد معاكي وقت خالص. وزي ما قلت لكم انتي بتعملي الحاجه في الموسم بتاعها وبتتعبي شويه، وفي الاخر بتلاقي البيت ما شاء الله مليان خير ومليان كده حاجات حلوه، يعني لسحور رمضان او لسندوتشات المدارس او حاجات كتيره جدا. انا بديك الفكره وانتي بقى وظفيها زي ما بتحبي لرمضان او غير رمضان. جبت كده البلح وقشرته بقشره البطاطس وشلت منه النقايه بتاعته، وهبتدي ايه اقطعه. انا قطعته بالفعل بس سبت كده كام واحده عشان اوريكم انا بقطعه ازاي. انا كنت الاول بقطعه كده طولي بالطول يعني، بيبقى حلو جدا وجميل، بس انا حبيت كده اغير السنه دي واقطعه كده تقطيعه صغيره. فممكن تقطعيه كده بالطول زي ما انت شايفاني كده، بصوا اهو ما شاء الله. يعني سهل جدا جدا، ما بياخدش وقت زي ما قلت لكم، هو التقشير بس هو اللي بياخد وقت، اما تحضير الحاجه يعني التنفيذ ما بياخدش معاكي وقت خالص. هو بس التحضير الحاجه اللي بتاخد وقت. تمام، انا بوريكم كده التقطيع ازاي، وانتي بقى ايه حره حسب ذوقك انتي. انا بقطعه طولي او صغنن، فانا قلت السنه دي اقطعه كده صغنن يعني اغير بقى، يعني ما بقاش ايه كل سنه بقطعه بنفس التقطيعه. فقطعته كده صغنن يعني يعني هو شكله طبعا كان حلو جدا جدا، وهشوفوه معايا برضو في اخر الفيديو هيعجبكم. لو انتي بقى وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا يا ريت ما تنسينيش في اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يا بنات. انتوا مش هتخسروا حاجه خالص خالص لو حطيتوا اللايك، يعني مش هيتعبكم ولا هيضركم بشيء. تمام، لان طبعا انتوا عارفين الفيديو يعني بيتعبنا عقبال ما بنعمل له مونتاج وننزله، طبعا اكيد بنتعب ايه في الفيديو. فما تنسوش اي حد يا بنات تخش عنده تشوفوا حاجة واستفدتوا منها ولو بحاجة صغننة لازم تحطوا له اللايك تقديرا ليه، ومش هيجرى حاجة خالص ولا هيتعبكم. انا هنا عملت حوالي 2 كيلو بلح وقطعتهم زي ما انتم كده شايفين، وعندي هنا ملح ليمون. ملح الليمون يا بنات بيخلي المربى تعيش معاكي من السنة للسنة اكتر كمان واحلى من الليمون. انا على طول بعمل كل الحلويات عندي الشربات بتاعها بملح الليمون. جبت كده 2 كيلو، حوالي 2 كيلو اللي هو البلح متقطع، هحط عليه كيلو سكر. يعني كيلو البلح عليه نص كيلو سكر يا بنات، مش اكتر من كده. مش كمان عشان السكر غالي وبس، لا عشان هي كمان تبقى حلوة ما تبقاش كده مسكرة زيادة عن اللازم. تمام، فحطيت كيلو سكر على 2 كيلو بلح، حطيتهم كده وهسيبهم ساعة او ساعتين او 3 كمان، يعني هينزل كده المية بتاعته وعلى طول. وممكن كمان تحطيه على النار على طول، بس انا طبعا كان ورايا حاجات فقلت احطه كده ساعتين ولا حاجه عقبال ما البوتاجاز يفضى واسويه معاكم على طول. سبته كده شويه لغايه ما خلصت كده اللي ورايا وايه، وابتديت احطه على البوتاجاز على طول. ما بياخدش معاكي وقت خالص خالص يا بنات. يعني لو انت عندك 10 كيلو هتعمليهم مربى برضو بمنتهى السهوله، والسكر بتاعه كده معقوله زي ما قلت لكم. كيلو البلح عليه نص كيلو سكر، كان الاول الكيلو عليه كيلو، وكنا يعني ايه لازم الكيلو عليه كيلو، لا يا بنات خالص نص كيلو على كيلو. تمام، جبت كده ولعت كده البوتاجاز، وبعد ما فضي كده وطبعا غسلته زي ما انتم شايفين. لازم يكون حواليك الدنيا كده رايقه والبوتاجاز عندك نضيف عشان يبقى عندك طاقه كده ايه ايجابيه انك تعملي اللي وراكي. تمام، هو اكتر حاجه في المطبخ بتخلي تشجعك يعني هو البوتاجاز يبقى نضيف. حطيته كده على البوتاجاز وهيبتدي كده يطلع ريم بسيط جدا. انا هنا ما طلعش ريم غير بسيط خالص خالص، فشلته. بس بعد كده على طول ما بقاش فيه يعني ريم زي طبعا الفراوله والحاجات دي. البلح ما بيبقاش فيه ريم خالص، لاني طبعا انا غسلاه مره واثنين وثلاثه. فحطيته كده على البوتاجاز وهو يبتدي بقى يغير لونه. بص اللون فاتح ازاي، لونه بقى مش هتتخيلوا اما يجي يستوي هيبقى لونه ايه، هيبقى لونه احمر سبحان الله، يعني يبقى لونه حلو جدا. بصوا اللون بتاعه بقى وردي كده، ولسه كمان هيبقى احمر اكتر من كده، حلو جدا. وعايزه اقول لكم بقى حبه مربى تحفه تحفه، واحط عليها كمان اللي هو القرنفل او المسمار، مش عارفه انتوا بتسميه عندكم ايه، بس احنا هنا بنقول عليه قرنفل. تمام،
القرنفل بقى يا بنات بيودي المربى في حتة تانية خالص، حلو جدا جدا. بصوا حطيت كده حبة ايه، يعني قيمة كده معلقة شاي كده، وما بشيلهوش على فكرة. يعني انا بحط كده القرنفل في المربى ومش بشيله خالص، حتى بعد ما تستوي مش بشيله. حتى وانت بتاكلي كده المربى لو جه كده يعني واحدة كده ببقك بيبقى طعمه تحفة جدا جدا، وريحته كمان جميلة. حاطط كده حبة وهكمل سوا المربى عادي جدا زي ما انتوا هتشوفوني دلوقتي في الفيديو. بصوا اللون بتاعها تحفة ازاي اهو. بصوا ايه رأيكم بقى؟ هنا ابتديت اعلي كده النار شوية، ده مش ريم ولا حاجة، ده ابتدى السكر يتقل شوية يعني كده. فانتوا هتعملوا ايه بقى؟ هتجيبوا طبق وتحطوا كده حبة صغيرين وتشوفوه، يعني سيبيها تبرد شوية. لو لقيتي العسل معاكي يعني بتعملي كده بايديكي ما يرجعش تاني، يبقى كده استوى تمام. فهنا ما شاء الله كده استوت معايا، وبصوا لونها جميله. مش يعني عايزه اقول لكم ان هي تحفه بجد تحفه. بصوا حتى باين في الفيديو لونها حلو قوي. يعني انا عايزه اقول لكم لونها حلو في الفيديو، وكمان في الحقيقه لونها احلى كمان. بصوا حلوه جدا جدا، والسكر معقول ومظبوط، حلو جدا جدا. يعني كيلو عليه نص كيلو سكر كده مظبوط بالظبط يا بنات، ما تزودوش عن كده. هوريها لكم برضو بالمعلقه بعد ما بردت كده شويه قد ايه حلوه، وسمكها كمان جميل جدا. دي بقى انا بحطها كده في البرطمانات وبشيلها في التلاجة لسحور رمضان. يعني النهارده عملنا الحاجات لرمضان، المربى لسحور رمضان، وكمان البلح اللي هو الامهات لايه، للكنافه والقطايف والحاجات الحلوه الرمضانيه اللي احنا عارفينها دي. وكمان ممكن نحشي بيها كمان لو انت هتعملي قرص، هتعملي حاجات لسحور برضو رمضان. القرص ام عجوه دي الجميله برضو هتنفعك. بصوا قد ايه حلو، ولسه كمان هتتقل شويه كمان، بس هي لا بارده ولا سخنه، هي متوسطه. فكل ما تبرد هتديكي السمك بتاعها الحلو. بس كده يا بنات، انا حبيت كده اقول لكم الفكره اللي انا بعملها في رمضان وكل رمضان. اللهم بلغنا رمضان اللهم امين. وانت شوفي بقى الحاجه اللي هتريحك واعمليها تمام. ده كان فيديو النهارده يا بنات، يا رب يكون عجبكم، ويا رب ما كنتش كده كنت تقيله عليكم وما كنتش رغيت معاكم كتير واتضايقتوا مني. ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم بقى اوعوا تكونوا ناسيني في اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. بجد بجد انا متشكره جدا جدا في كل اللي كتب لي كومنت حلو وجبر بخاطري. قد ايه كلامكم حلو واسعدني وشجعني ان انا اعمل فيديوهات تاني معاكم، وباذن الله اكون عند حسن ظنكم باذن الله تعالى، وتكونوا كده تكونوا مبسوطين وانتم بتشوفوا فيديوهاتي. انتظروني ان شاء الله فيديوهات حلوه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.